يا صباح الفل وصباح الخير عليكم وأجمد وأحلى 3 الساعة 3 الحقيقة أجمد وأحلى 3 دي أوكي نمشيها. إنما الساعة 3 دي بلاش نركز فيها قوي. مع أحلى مهندسين التحليل وبالأخص وبالذات إن وشهم حلو. وصلنا يمكن لنقطة ولا كانت في الإمكان ولا في الحسبان. وصلنا إن إحنا نلعب على البرونزية مع منتخب عربي شقيق وهو منتخب المغرب. والحقيقة أنا واحد من الناس ما كنتش متوقع يا أحمد ويا أشرف إن إحنا نوصل للنقطة دي. وبالأخص لسببين، لأدائنا في أول مباراتين، وكمان لأن لو تفتكروا ترجعوا معايا للسنة اللي فاتت 2023 كان منتخب الشباب كانت في أفريقيا كنا حصلت المجموعة لعبنا ساعتها مع موزمبيق أول مباراة لو أنا فاكر صح. والمباراة التانية كانت مع نيجيريا والسنغال كنا خرجنا طبعا ساعتها من الدور الأول كنا حصلت المجموعة. فعشان كده كنت أنا متخوف شوية من الأعمار السنية دي للمنتخبات عندنا ما عدا الفريق الأول. وإن كان حتى الفريق الأول كمان مش أحسن حاجة بس قصدي متخوّف من مرحلة الناشئين عندنا في مصر، بس الحمد لله فيمكن ده السبب اللي خلّانا نفرح بزيادة. عايز بقى نتكلّم فنيًا أكتر على ماتش امبارح وفوزنا على وفوزنا كأداء الحقيقة وروح ورجولة في الملعب. وهزيمتنا من منتخب فرنسا بس الحقيقة مباراة عالمية. هابتدي برضه بأحمد صبري وأصبّح عليه وعلى طول ندخل على طول في المباراة ويمتعنا بالتحليل أحد مهندسي التحليل. صباح الفل يا باشمهندس عماد. بصراحة يعني شكرا رجالة منتخبنا، شكرا ميكالي، شكرا حمزة علاء، شكرا النني، شكرا كل اللعيبة. بصراحة انتوا كنتوا بالنسبة لنا اندر ريتد، حقيقي احنا ما كناش متوقعين كده. أداء رجولي عالي جدا. بتحرك فرنسا شوط كامل واتنين لغاية الدقيقة 82. آه، القيمة التسويقية ما تقرب من 20 ضعف أو فوق ال20 ضعف، وبتأدي بالأداء ده. لأ، حاجة جميلة، حاجة جميلة، وبعض قلة الخبرة كنا ممكن نلعب النهائي مع المغرب. يعني شوف للمنتخبين العربيين، يعني لو كوكا عمل فاول في الكورة اللي دخلت فينا جون اللي اتقطعت دي، لو كان عمل الفاول ده زي ما عمر الفايد عمل الفاول كان ممكن يمنع الهجمة. المغرب لو ما كانتش دفعت وهجمت وما كان ممكن تكسب، كان ممكن يبقى النهائي عربي وذهب مفضل للعرب. بس الحمد لله يعني أداء أنا مبسوط منه بصراحة. بالفعل زي ما أحمد فادنا وقال فعلًا نقطة حلوة وصلنا لها أوي، نقطة بعيدة كان ممكن نلعب على الدهب كمان، ولكن الحمد لله ولكن لسه عندنا فرصة تاريخية ونقدر إن إحنا نبني على أدائنا مع منتخب فرنسا، إن إحنا نلعب زي ما انتهينا مع فرنسا نبتدي مباراتنا مع المغرب، ونقدر إن إحنا نوصل ونعمل حاجة فعلًا لولا الأخطاء بسيطة أوي زي الرقابة، التمركز، إن إحنا نبقى مركزين في الماتش. يعني غلطة عمر فايد إنذار في الأول إنذار مجاني ولا ليه أي لازمة. ندمنا في الإنذار التاني اللي هو كان مضطر يعمله في اللعب. وإن كنت أنا حتى باقول إني مش مضطر نعمله لإن كانت كورة متطرفة شوية فما كانش ليها لازمة التاكلينج ده. كان الراجل كان رايح ناحية الجانب الشمال رايح على الكورنر فالكورنر كان بعيد مش خطر أوي. بس هي قلة خبرة. إحنا عارفين المنتخب الأولمبي قلة خبرة. وهاتكلم دلوقتي برضه تحليليًا مع أشرف يفيدنا بقى برؤيته الجميلة. أول حاجة ازيك يا باشمهندس عماد، ازيك يا باشمهندس أحمد. أول حاجة، لأ أنا النهاردة الماتش بتاع امبارح ده المدرب بتاعنا ميكالي غلب، كسب تكتيكيا تيرو أوري مدرب فرنسا، عمل عليه ماتش حلو جدا خصوصا الشوط الأولاني. بس الفكرة الفوارق البدنية والفوارق الجسمانية لعيبة فرنسا كانت أعلى مننا بكتير. يعني احنا مثلا لو بنتكلم على أول سي، ده اللاعب ده راح لبايرن ميونخ من شهر بالظبط بحوالي 60 مليون باوند، وده رقم كبير جدا يعني. وعندك المهاجم بتاعهم اللي جاب فينا الجونين اللي هو ميكيتا، اللي هو جاب الجون الاول والتاني. لا هم الصراحه فرقه. وكمان الواد اللي اسمه الولد المدافع اللي اسمه بادي، ده مدافع يعني جبار، وهيدر وكمان هيدر وكمان. هو الحمد لله احنا ادينا الشوط الاولاني، بس احنا كان مشكلتنا ان احنا بدنيا ضعفنا وجسمانيا اقل منهم، فهم كملوا الشوط التاني على الوتر ده. بس هو لو كنا بدنيا بقوة فرنسا كنا مش هيقدر يعملوا علينا اللي عملوا معانا الشوط التاني. وهو كمان حتى الأجوان بتاعهم كلها هي ما هي إلا أخطاء فنية وفردية نتيجة الإجهاد. آه، فعلًا زي ما فادنا أشرف برؤيته الجميلة دي كمان. عايز أقول لكم على لاعب رابع عندهم اللي هو ديزري دوي الواد اللي نزل ده نزل اللي هو كان احتياطي ده بيطلع يعمل جامب عليه تيك اوف بيطلع من الدور الرابع. يعني هو اللي عامل الاسيست بتاع الجون التاني ليهم. بيطلع فوق وبيثبت في الهواء يعني بيطلع يعمل الجامب وعنده القدرة ان هو يثبت ويلعب فوق. ففعلا انت بتلاعب فرقة فعلا انت متمتع بالمباراة من فرقتين واللي يمتعك اكتر ان احنا قادرين ان احنا نجاريهم.
يمكن هاقول على حاجة صغيرة كده، يمكن الميزة الوحيدة من إن إحنا الدوري بتاعنا المصري إن هو طوِّل أوي بالشكل ده وبقى يعني أطول دوري في العالم، هي دي الميزة الوحيدة اللي إحنا خدناها منه، إن إحنا لعيبتنا لسه ما فنشتش السيزون، يعني عكس يمكن لعيبة منتخب فرنسا لسه في فترة الإعداد، فعشان كده حتى امبارح عندهم الfinishing على الجول مش أحسن حاجة وضيّعوا كتير، وكان في طبعًا إحنا الحقيقة العارضتين والقائم يعني متعاطف معانا كل التعاطف امبارح بصراحة، فنسمع بقى رأي أحمد تاني جوّه المباراة تاني. لو هنتكلم تكنيكال بقى، احنا هقول بس حاجة على ميكالي عملها في المنتخب بصراحة. احنا شكلنا دفاعيا، احنا طول عمرنا فرقة بتدافع، طول عمرنا فرقة باستثناء فترة كابتن حسن شحاتة. احنا فرقة كلحة كروية، مع الكبير ومع الصغير. ما بنأديش أداء كويس، أداء ممل. بنجيب جون مع الفرق الصغيرة، كورنر، شوطة، كلام من ده. مع الفرق المتوسطة ممكن نكسب، ممكن نتعادل. مع الفرق الكبيرة بنخسر بنفس الطريقة. في الآخر مجمل العام ماتش كلح ورخم، باستثناء طبعا فترة كابتن حسن شحاتة. ميكالي عمل حاجة جميلة أوي حتى لو دفاعيا. أنا شايف شكلنا دفاعيا منظم جدا، يعني شكلنا بنتحرك كبلوكات كده، كل 3 في جنب الباك اليمين مع الوينج اليمين مع المركز 8 اللي ناحية اليمين، وفي الناحية الشمال نفس الكلام. المساكين بينزل لهم النني والاتنين الدستروير بتوعنا، فبيبقى شكلنا حلو، بنتحرك بلوك حلو قوي. فأنا عاجبني تكتيكيا في الدفاع. لا وبرضه كنا بعد اللي بيعرف يعمل كمان مدربين من المدربين المصريين الكلام ده، كان بيركن للدفاع ومفيش اي تحولات. لا هو كمان خلى اللعيبه دي تؤمن بحظوظها، ان انا عندي امكانيات فرديه زي زيزو وابراهيم عادل وحتى اسامه فيصل. ففي تحولات، فبقى عندي فريق منظم دفاعيا وتحولات موجوده، باستثناء الشوط الثاني في ماتش فرنسا. يعني انا بصراحه شايفها حاجه حلوه، إضافة جميلة. النقطة السلبية اللي بالنسبة لميكالي، نقطة مش فاهمها، ليه بيطلّع الدبيس ويرجّع كوكا؟ فأنت بتخسر كوكا في نُص الملعب، والدبيس كان مأدّي كويس. هل هو فرق لياقة أو الكلام ده؟ أنا مش عارفها بالضبط فكره فيها إيه. الجزئية التانية الاحتياطي بتاعنا، الsquad الاحتياطي أقل كتير من الأساسي. فلو كان الاحتياطي بتاعنا زي الأساسي أو قريب منه حتى في المستوى، كنا هنشوف شكل تاني. فروقات بسيطة، فروقات خبرات. يعني لو أنا باقول لك الفاول بتاع كوكا عمل فاول كانت الدنيا مشيت. طبعًا كنا محظوظين على فكرة يعني، إحنا بنلاعب team في squad عالي أوي، والمرشح الأول للبطولة. أول هدف يدخل في مرمى فرنسا هو الهدف بتاعنا. بعض اللعيبة ما كانتش في يومها، رغم إن كلّهم رجالة، work rate عالي، تغطية مساحات، رجولة، لكن ما كانوش في يومها فنيًا. زي محمود صابر اللي جايب الجون، فقد كام كورة بسهولة أوي. أسامة فيصل اللي عامل بطولة تكتيكية وأدوار مزدوجة وبينزل بين الخطوط وبيدافع، بس كان بيفقد كور كتير. ما شُفتلوش كفرود بقى. أنا عايز أشوف منّك يا أسامة فيصل بعد الكلام الجميل أوي ده كلّه، ما شُفتش منّك شوطة على الجون، ما شُفتش منّك header، تعمل أدوار مركبة. بيفكّرني بعماد متعب 2010. ف لكن ما عملتش بقى الحتّة دي. كوكا برضه ما كانش في أحسن حالاته في اليوم ده. النني رائع، رائع، رائع. يعني بصراحة ظلمناه كتير وانتقدناه كتير. كان لأ، كان عالي أوي، أوي يعني بسم الله ما شاء الله. ميكالي خلّى التدرج بالكرة عندنا حاجة جميلة. إحنا كان بيتضغط علينا ضغط عالي، كنا على طول بنلاقي المدافع يحط في السما برّه بتاع. لأ، في أكتر من كورة طلّعنا بتدرج عالي، عالي جدًا. شوط أول ممتاز. شوط تاني طبعًا أنت بتلاقي فرنسا في جمهورها، بلاعيبتها، بالتحكيم. مع إن الحكم كان كويس، بس هم يعني إيه، إحنا كنا الحكم كان كويس. فأنا شايف قلة خبرة. آه، ماتش صعب أوي. على فكرة أنا شايف إن المغرب تاني فرقة بعد فرنسا. يعني مش أسبانيا كسبتها بس عشان خطأ مدرب، برضه المدرب بتاع المغرب رجع للدفاع بعد ما هو كان كسبان. لأ، المغرب أعلى، أعلى من أسبانيا، ويمكن تتساوى مع فرنسا. وأنا شايف المغرب أكتر فريق متكامل في البطولة في جميع العناصر. لكن فرنسا عندها قوة بدنية عالية أوي من الأفارقة طبعًا بتوعنا اللي هم فرنسا. قوة بدنية. قوة وسرعة. لأ، عندهم الاتنين قوة وسرعة، فحاجة ممتازة. لكن المغرب عنده تكامل وعنده فرقة حريفة جدًا، جدًا.
فعلا كلام جميل قوي، كان بيصعب المباراه امبارح علينا كمان مباراتنا مع فرنسا، ان عندهم الفول باك الاثنين المساكين لعيبه كوره، يعني كتير كنت امبارح شايف الماتش هم زنقلنا في نص ملعبنا، المساكين في مرحله البيلد اب بيلعبوا كوره، فدي يمكن بتخلي الزياده العدديه للفرقه عالي فعلا علينا. كمان عايز اشيد فعلا بمنتخبنا، احنا امبارح منتخبنا رجولي، وان عندنا كمان اللعيبه تأدي بالشكل ده. وخليني اقول لكم ان في لعيبه كتير ما بتلعبش في فرقها، يعني حمزه علاء نجم منتخب مصر في حراسه المرمى اصلا ما بيلعبش مع الاهلي. ممكن نتغاضى عن بعض اللعيبه اللي رجليها في الملعب زي حسام عبد المجيد، زي فيصل، زي شحاته، بيلعبوا مع انديتهم شويه بيشاركوا، عشان كده هم في الفورمه وبيلعبوا، ولكن في بعض اللاعبين زي كريم الدبيس ما بيلعبش برضه مع الاهلي، فاللعيبه دي انها تأدي بالشكل ده، وان هو يرجع يبقى مدافع ويلعب امبارح باك ليفت بالشكل ده ويطلع كوكا، يعني فعلا شويه تغييرات في الملعب كويسه، اكيد في رؤيه فنيه ممكن بسبب اللياقه فعلا. هكمل برضه مع اشرف واخد منه في الاخر توقعاته لماتش مصر والمغرب زي ما احمد توقع. اول حاجه انا هتكلم بس على حته منتخب مصر، فيه لعيب برضه امبارح من عندنا محمد شحاته، لما لعب باك يمين كان من يعني لعب ماتش حلو جدا جدا وعالمي. على اصلا اللي هو لو خدنا بالنا ان فرنسا كلها اصلا كان كل الفكر بتاع تيرو اوري ان هو يلعب بالشمال، اللي هو الباك بتاعهم انا مش متذكر اسمه، ده الابيضاني بالظبط، هو ده اللي كان على طول طاير باك شمال عشان يلعب كوره عرضيه. ادريان كوفرت. فهو كان طاير على طول على الشمال عشان يلعب كرات عرضية، وكان فرنسا معتمدة عليه جدا، حتى لو لاحظنا إن في أول 10 دقايق هو الولد الباك الشمال ده شاط كورة بس حمزة علاء شالها. تاني حاجة هم كان عندهم الكرات الثابتة كلها خطأ بسبب الأطوال، هم كان أطوال وكان تكتيك، يعني هم كانوا بيلعبوا على الكرة الثابتة بشكل مرعب. هم صراحة فرقة قوية جدا. نيجي بقى لمنتخب مصر، لا منتخب مصر كل اللعيبة عملت عليها، حتى كوكا نفسه اللي هو ما كانش في المستوى كان فيه ميس باص، هو كمان يعني مجهد. حتى لو خدنا بالنا لما فرنسا جابت 2-1 في كورة اتلعبت بعديها على طول، كورة اتلعبت لكوكا خلاص، لو هو في البدني فت كان حطها صاروخ في الجون، بس هو للأسف نتيجة للإجهاد والتعب الشديد ما قدرش يحطها. بالنسبة لماتش المغرب، لا هو ماتش المغرب ده أحسن فريق في البطولة بالنسبة لي ككورة. يعني هم فريق متكامل من أول الجون لحد المهاجمين، وعندهم عناصر جامدة وزي أشرف حكيمي ورحيمي، ويعني هم فريق من تشارلز، هم فريق متكامل جدا. بس هو الفكرة ان هو ما يعني ربنا ما وفقهمش وما وصلوش نهائي، بس هو هيبقى ماتش حلو وجدا في الثالث والرابع، واحنا ان شاء الله يعني احنا عندنا المقدرة ان احنا برضو نكسب المغرب ونجاريهم، وان شاء الله نقدر نكسبهم يعني بإذن الله. زي ما فعلا احمد صبري واشرف محمد فادونا النهارده، فعلا مباراتنا مع منتخب المغرب هتبقى مباراه ممتعه، مباراه صعبه، ند بالند، مش هنكون احنا برضو سهلين قدامهم. لو لعبنا بنفس الاداء والروح بتاعه ادائنا في مباراه فرنسا هنبقى ند ليهم. فعلا منتخب المغرب بيتميز بالخبرات رغم صغر سنه، لان كلهم لعيبه محترفه، حتى اللعيبه عندهم اللي فوق السن برضو صغار السن، ولكن كلهم عندهم خبرات. عندهم الهاف ليفت الزلزولي لعيب عالمي، كنا بنعمل سيرش عليه كده عشان نقدر نفيد الاهلي او الزمالك بيه، لقيته لعيب محترف بره، يعني ده برشلونه بالظبط، فيعني هو معار من برشلونه بالظبط، بيلعب في ريال بيتيس تقريبا. اه فاحسن، لعيب عالمي، تحس لعيب عنده خبره فعلا يعني، ولكن انا بقول ان شاء الله هنقدر نجاريهم، وزي ما فاجئونا رجالتنا قدام مباراه قدام منتخب الفرنسي، نقدر ان شاء الله ان احنا يعني نباغت ونكون مش سهلين ان شاء الله قدام المغرب، ومحدش عارف، مش بعيد على الميداليه البرونزيه. بشكر كل زمايلي واصحابي، احمد صبري المحلل الجميل، واشرف محمد محللنا، وانا كنت معاكم عماد غنيم، واحلى واجمد ثلاثه كنا معاكم النهارده، وشكرا ويومكم جميل ان شاء الله.